نقطة لكل واحد بيحب أو كل واحدة بتحب. لما تحب شخص ومتعلقة بيه لدرجة الجنون، متعلقة بيه لدرجة اللي بصي كل شوية تكلميه، كل شوية تسلمي عليه، كل شوية تقول له عامل ايه، اخبارك، نهارك، اهرامك. لما يجي يسيبك ما تزعليش، عشان انت اللي عملت كده. انت اللي كل شويه تكلميه، انت اللي كل شويه تهتم بيه. انا لما جيت قلت الاهتمام، ما قلتش الاهتمام اللي انت صبح وليل وظهر وعصر ومغرب وعشاء وبينهم تكلمي 24 ساعه. طب هقول لك مثلا، لو انت كل شويه تاكل عسل، كل شويه ايه، كل يوم تاكل عسل، هل هتعرفي تكملي 10 ايام تاكل عسل فيهم؟ هترد عليا تقولي لا. اهو الحب كده، لو انت حبيتي كتير قوي واهتميتي كتير قوي هتزعلي، هتقولي يا عم احمد ده انا حبيت واهتميت وعملت وسويت، ازعل ليه؟ ما هو زي ما انت بتهتمي وبتحبي وتعملي بالظبط، هو هيحس اللي هو الدنيا وما فيها، اللي ما فيش زيه اتنين، اللي بصي احسن واحد في الشارع، احسن واحد في مصر. انت اللي خليتيه كده، انت اللي خليتيه كده. ليه خليتيه كده؟ عشان انت اهتميتي زياده عن اللازم. هي الحاجه زياده عن اللازم غلط غلط غلط. الحاجه بقى زياده، يعني انت كلام تليفون على الودن غلط، كتير على التليفون على النت غلط. مش بكلم عن حبيبك، انا بتكلم عامه على اي حاجه. اكل كتير على الفاضي والمليان غلط، شرب كتير على الفاضي والمليان غلط، مكياج كتير على الفاضي والمليان غلط، ركوب مواصلات كتير على الفاضي والمليان غلط. انا بتكلم هنا الحاجه كتير عن زياده غلط. يعني انا افهمها لك ازاي. تاكلي ملح كتير، هتقولي ايه يا عم احمد الجنان ده، ملح كتير ازاي؟ ما ينفعش. هو كده ملح خفيف. يعني هقول لك مثلا، لما تيجي تحبي شخص ما تحسسيش الشخص ده اللي هو الدنيا وما فيها. يعني لما يجي يكلمك او انت تكلميه، لا تتقلي شويه، خف شويه. مش اول ما يرن عليكي انا كنت هرن عليك دلوقتي، انا بحبك انا بحبك انا بحبك. ده كتير، ده كتير رسائل، واول ما يدي رساله واحده تبعت 5000 رساله. ما هو ده غلط، ده اهتمام زياده عن اللازم. انا مش بقول لك ما تهتميش، لا اهتم، حب زي ما انت عايزه، بس بالراحه. يعني انت لما تيجي تقول لشخص انا بحبك، ما لقيتيش رد فعل، ما تقوليش الكلمه دي تاني. تكتبي على الواتس عامل ايه، اخبارك ايه، ما ردش عليك ما ترديش عليه، مش شرط يعني. هو ما ردش، هو بيتقل، هو شايف اللي هو نفسه كده، هو حلو كده وجميل ومفيش زيه اتنين، وهو بيتقل. هل انت بقى هتكملي بقى؟ في ناس بتكمل، في ناس التليفونات دي 24 ساعه معاهم، هم فاضيين بقى. تبقى قاعده في البيت مثلا فاضيه، ما بتعمليش حاجه، تتكلمي كده، ولو ما عبركيش يا ده نصيبه، لا ما عبركيش ما تعبروش، ما حبكيش ما تحبوش، ما اهتمش زي ما انت ما بتهتمي، ما تهتميش. تهتمي ليه؟ يعني انت مثلا لا مؤاخذه في الكلمه، بتربي حاجه عندك في البيت، او بتسقي زرعه كل يوم بتسقيها، ما بتطلعش ورق، ما بتطلعلكيش ورده، هتسقيها تاني وتهتمي بيها تاني؟ ما هي بقى مكبره دماغها. او هو انت كل يوم تسقيها وبتراعيها وبتخلي بالك منها، لازما تطلع لك ورده، صح ولا لا؟ انت اهتميتي وبتسقيها كل يوم وبتهتمي بيها وبتحافظي عليها، هي سبحان الله كده انت اهتميتي بيها تطلع لك زرعه صغيره كده، ورده. لو انت بقى في الحب بقى اهتميتي بقى في الحب زياده، واهتميتي جامد، وبتدي كل طاقه في جسمك بتديها له هو، تسيبي كل اهلك وتسيبي الدنيا كلها وزمايلك وي وبتتبهي ليه هو، وتكلميه تليفون رسائل اي كان، وهو ما فيش الكلام ده. انا رايي يعني اللي انت اهتميتي ما هو ما اهتمش، اوعي تبعتي له رساله تاني قلت له بحبك،
لغفن الكلام وتوه الكلام عشان ما يقولكيش بحبك، ما تقولهاش الكلمه دي تاني، ما تنطقهاش الا لما يقولها 10 مرات او 5 مرات او كم مره كده. عشان ساعات الانسان لما بيلاقي الانسانه اللي معاه بتقول له بحبك، عايز اسمعها تاني، بحبك عايز اسمعها تاني، بحبك، هو شبع كلمه بحبك 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 بحبك. عادي بقى انا كده، قول اللي انت عايزاه بيه، هو بيه، ما انت اللي خليتيه بيه، انت اللي خليتيه بيه. قولي يا بنت انا بحبك، تقولي له بحبك. قولي يا بنت بعشقك، انت بتقولي له بعشقك. هو قاعد كده بيسمع، بيجي له كل حاجه على الجاهز، بيجي له كل حاجه على الجاهز كده. لكن بص بقى، ارجعي بقى، عايزك ترجعي بقى لاول العلاقه. عارفه لما ترجعي اول العلاقه خالص، من اول التعارف، شوفوا هو كان مرمى عليك ازاي، او عايز يمشي معاكي او يكلمك او رقم تليفونك. شوفوا هو كان عامل ازاي، كان عامل زي الفرخه اللايده. عارفين الفرخه اللايده كده، اللي عايزه تبيض ومش عايزه تبيض، عايزه تبيض ومش عايزه تبيض، فاهمين انتوا؟ عايزك تخليه كده زي الفرخه اللايده كده، عايزه تبيض ومش عايزه تبيض. لو خليتيه كده هيبقى معاكي طول عمرك زي كده ومش هيسيبك. لكن بقى لما تبيض الفرخه خلاص بقى باضت او مشيت بقى، مش فارقه. حاول تخليه زي اول العلاقه بالظبط، يعني ولا تديله كتير ولا تديله قليل، عشميه على طول، افهميها انت.